الحقن اجراؤه سهل وبسيط. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه مع الماده الجيلاتينيه عاليه الكثافه، واحنا بنقول ماده جيلاتينيه، كنا بنقول الماده الزيتيه او المناول الملين الاول، النهارده لازم نقول الكلمه دي لان الشركه موفره لنا اعلى تركيز وماده جيلاتينيه. احنا كل اللي احنا عايزينه انا عايز في الايوه بقى نحقن في المنطقه دي اولا ما فيش هنا العظام، ما فيش حد بيحقن في العظم، احنا بنحقن لو دي الركبه بقى اللي بين العظمتين في المنطقه دي. اول ما الركبه تبقى المريض قاعد عامل كده، ففي سبيس كويس جدا بنحقن هنا علشان نكون ده. هو ده الغضروف اللي بدا يتاكل، والماده الجيلاتينيه تعمل زي شاسيه ومخده كده ما بين الركبتين العظمتين، تمتص الصدمات فما يحسش وجع. عشان كده اول ما بنحقن الماده الجيلاتينيه بيحس بالراحه في لحظتها، وده شيء مهم جدا. والبلازما هتبدا تقوم بوظيفتها، تبدا تعمل عوامل نمو، تبدا تبني الغضروف، السطح المفصلي يبدا يعيد بناء نفسه، السائل الزلالي الاساسي يبدا يتكون تاني، فالركبه تبدا تستريح. احنا بنتابعه كل شهر ونص، بيجي لنا من 4 ل 6 اسابيع نشوف التطور حصل ازاي، واحنا بنكتب له البروتوكول العلاج بتاعه من 4 جلسات. الحمد لله رب العالمين المريض بيتكلف جلسه والثانيه مجانا، الجلسه والثالثه مجانا، الرابعه مجانا على مستوى الجمهوريه. فالامور اصبحت الحمد لله رب العالمين سهله، النتائج اللي بتحكم، والمرضى بيبقوا قاعدين في العياده بيتكلموا مع بعضهم.